بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده وهنكمل البروبرتيز الخاص بالام اتش سي جي. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن البوليمورفيزم. الفيديو ده هتكلم على تو distinct properties من الام اتش سي جي. تمام. فتاني خاصية قال لك ان طبعا زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات، في اخر الفيديو قلنا ان الكلام كله مرتبط ببعضه، وهتلاقيني بكرر الكلام اكتر من مرة، بحيث ان المعلومة الجديدة اللي هوصلها لك لازم اربطها بالمعلومات القديمة. ده شيء اساسي، يعني هي زي بازل كده، بنركب في بعضها. تمام. فتاني distinct properties قالك ان هو codominant expression لل MHCG. ال MHC جين بينهرتد زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، هابلوتايب 1 من الماتيرنال والتاني من الباترنال. ففي الهيومن ال MHC جين اسمه هيومن ليكوسايت انتيجين عند الكروموسوم نمبر 6. تمام. ف الاليل في الاتش لوكس، سواء كلاس 1 او كلاس 2، اللي هو الهيومن ليكوسايت انتيجين A وB وC، ده الكلاس 1، والهيومن ليكوسايت انتيجين DR DB DQ للكلاس 2. تمام. فقال لك في اللوكس كل ده الخاص بالام اتش سي جين، سواء كلاس 1 او كلاس 2، مفيش الليل اكسكلوجن والتاني دومينانت، لا. قال لك ان هم كلهم ايكوال في ان هو بيكسبريس على السيرفيس بتاع الام اتش سي مولكيول. تمام. تمام. طيب، الفانكشن سيجنيفيكانت الخاص بالكودومينانت اكسبريشن، اول حاجه قال لك ان عندك اكسبانجن من البيبتايد برزنتيشن ريبرتوير، وده ريليتد بالبوليمورفيزم على مستوى الانديفيدوال. يعني انك لما طبعا لسه قايل كودومينانت اكسبريشن. تمام. فمعنى كلمه كودومينانت اكسبريشن ان انت بتنهرتد من الماتيرنال والباترنال at the same number. يعني الشخص الواحد في الاصل هو عنده 6 كلاس 1، مش 3. عندنا مثلا هيومن ليكوسايت انتيجين للبيرسون اللي هو لسه بينهرتد، عندنا في 2 هيومن ليكوسايت انتيجين A، واحده من الاب وواحده من الام، كذلك البي، كذلك السي، فكده عندنا 6 كلاس 1. برضو الكلاس 2 في كتير جدا من الكلاس 2، وهنتكلم بالتفصيل جدا بالتفصيل ان شاء الله على مستوى الجين في الانهيرتد دي. تمام. فقال لك ان ده بيكون فيه diversity من عند البيبتايد بايندينج جروف عند الفا 1 والفا 2 في الكلاس 1، والفا 1 وبيتا 1 في الكلاس 2. في diversity كتيره جدا، وبالتالي هو بيقدر يتعامل مع ست من البيبتايد الخاص بالانتيجين الخاص بالميكروب. تمام. يعني ممكن يستخدم البوليمورفيزم على مستوى الانديفيدوال للوكس اللي موجود، بحيث ان هو يقدر يكون في كومباتيبيليتي ما بين الانتيجين ده والتيلينفوسايت، وبالتالي هو بينهانس ان هو يتعرف على مجموعه كبيره من الفيروسات، من البكتيريا، من اي تيومر. تمام. كمان ده برضو بيكون ديستنكت رول في البوبوليشن. تمام. فتاني فانكشن significant الخاص بالكودوميننت اكسبريشن للام اتش سي جين، قلناها احنا في البوليمورفيزم الفيديو اللي فات، الا وهي الايفولوشنري ادفانتجز. تمام. اللي هو يعني على مستوى الايفوليوشن، على مستوى البوبوليشن، ده بيدينا ديستنكت رول في ان الشخص بعد ما عبر الاجيال وعبر الزمان اللي ما بيتوارث من الاباء والاجداد وي 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 فدلوقتي هو عنده ميموري في الاميون سيستم اللي عنده. ازاي هيقدر يتعامل مع الميكروب ده؟ ازاي يقدر يتعامل مع الفيروس ده لما يجي يعرف لما يجي يعرض بيبتايد فراجمنت من الانتيجين ده، انهي سيكونس من الامينو اسيد اثناء الانتيجين بروسيسنج هيقدر يحضره، بحيث انه يقدر يبايند على البيبتايد بايندنج جروف ويبدا يعرضه للتي ليمفوسايت. تمام. فاللي هو ده بتخلي ان الشخص ده اللي عايش في البيئه دي بيقدر اجداده وابائه اتعرضوا لكتير من الميكروبات، لكتير من الفيروسات، فخلاص هو بقى متوارث مناعه
كتيرة جدًا من الآباء ومن التوارث، وزي ما إحنا عارفين أن الMHC دي بتتوارث وليس بتgenerate أثناء الlifetime. تمام؟ تمام، فده كان تاني properties الخاص بالMHC gene. طب تالت properties قال لك إن ألا وهو الdifferential expression ما بين الclass 1 والclass 2. الclass 1 MHC expression قال لك دي expressed على كل النيوكليوتايد سيل لكل الجسم، طبعا فيما عدا الاريثروسايت عشان الريد بلاد سيل ما بيكونش فيها نيوكليس. تمام، وبالتالي ما بتقدرش ايه تسynthesize الام اتش سي مولكيول. تمام. الفانكشن رول بتاع الكلاس 1 ان هو اي ميكروب في الاندوجينوس فيروس تيومر ميكروب ايا كان هو بيبدا يعرض الانتيجين بتاعه للتي سيل، ويبدا المنطقه النون بوليمورفيك اللي عند كلاس 1 تتريجرد الكو ريسبتور اللي هو السي دي 8 سايتوتوكسيك، بحيث ان هي تقتل الانفكشن اللي حصل ده او اي مالجننت حصل في الجسم. تمام. ولو حصل داون ريجوليشن للكلاس 1 اكسبريشن مثلا من خلال فيروس ولا حاجه، ساعتها الجسم بيعمل تريجرد للناتشرال كيرسل اللي هي بتقتل اي خليه في الجسم ما بتقدرش تاكسبريس ام اتش سي كلاس 1. طيب الكلاس 2 ام اتش سي اكسبريشن قال لك ده ريستريكتد، بس يعني دي مخصصه بس للانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي الدندريتك والماكروفيجز والبي ليمفوسايت. قال لك كمان ممكن بتكسبريس في بعض الخلايا زي الثايمك ابيثيليال سيل. تمام. وزي الاندوثيليال ده طبعا بيكون اندر سبيسيفيك كونديشن، ما بيكونش اوريدي شغلانته اللي هو بيبريزنت الكلاس 2، لا. تمام. فاندر سبيسيفيك كونديشن اللي هو بيكون فيه سيتوكاين مثلا زي الانترفيرون، انترفيرون جاما، ده بيكون ده بيكون سيتوكاين من التي هيلبر 1. شغلته اللي هو بينديوزد الكلاس 2 اكسبريشن على النون بروفيشنال انتيجين بريزنتنج سيل، على خلايا اصلا مش بروفيشنال اللي هي تكسبريس الكلاس 2 ام اتش سي. تمام، زي الخلايا الحسينيه ولا الثايمك ابيثيليال والابيثيليال والاندوثيليال. تمام. فمن خلال السيتوكاين ده بيكسبريس وبينديوزد الكلاس 2 اكسبريشن. تمام. تمام. فده موضوع فيديو النهارده عن تاني وتالت خصائص من خصائص ال MHC جين. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن خاصيه مهمه جدا، ده يعني يعتبر برضو كل الفيديوهات زي ما قلنا ريليتد ببعضها، بس الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون مهم جدا عشان خاطر هو الحاجه اكتر هتوضح اكتر جيناتيكلي ليك. تمام. هنتكلم ان شاء الله في الفيديو الجاي عن الانهيرتنس باترن الخاص بالهيومن ليكوسايت انتيجين جين للام اتش سي عند الكروموسوم نمبر 6 بي 21. تمام. آه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.